ده شيفا البطل بتاع فيلمنا، والأحداث بتبدأ في دولة الهند، وبنلاقيه بيتسلق الجبال وبيحب المغامرات وعايش في الدنيا ومفيش حاجة بتشغله غير متعته الشخصية. وبعدها بيقابل ضباط الجيش وبياخد منهم عمولة لأنه بيدلهم على الطرق الجبلية والممرات اللي بيقدروا يستخدموها ضد أعداء الوطن. وتاني يوم بيكون في الطريق ومعاه فوق سياحي، ولما بيوصلوا بيعسكروا في المكان وبيقابل أولجا وبيتعرف عليها وبيكون معجب جدا بيها، وبيكتشف إنها من دولة بلغاريا ومعاها منحة دراسية. ومع الوقت بيتسلقوا الجبال في خط مستقيم لحد ما بيوصلوا لقمة المكان، وأولجا عمالة بتصور الجبال ومبهورة جدا. لكن شيفا بيلاقي الجليد بيتشق وبيفتح الشنطة بسرعة وبيطلع الحبل وبيعمل بيه جسر علشان يعدوا من خلاله، وفعلا بيقدر يخليهم يمروا واحد واحد. وللأسف الجبل بينهار وبيقرب منهم جدا وهم مصدومين، وما بيكونش فاضل غير شيفا وأولجا، وبينط بيها جوه الخيمة في اللحظة الأخيرة. ولما بيجي الليل بيكونوا متشعلقين، وهي بتصحى من النوم وبتكون خايفة جدا وبتعرف ان رجلها اتكسرت ومش قادرة تتحرك. وساعتها بيحاول يهديها وبيستغلوا لحظة الرومانسية اللي بينهم وبيعملوا علاقة غير شرعية مع بعض. وتاني يوم بتوصل الطيارة للمكان وبتقدر تنقذ حياتهم، وبيرجع للبيت بتاعه وبيعيشوا قصة حب وبيهتم بيها في فترة علاجها، وبيخرجوا في كل مكان مع بعض وبيساعدها تمشي على رجلها ودايما واقف معاها. والحياة ما بينهم بتكون سعيدة جدا. وبتيجي لحظة الوداع وبتحضر شنطتها علشان تسافر، لكن بتتعب وبتروح المستشفى وبتكتشف انها حامل. واول ما شيفا بيعرف بيطلب منها تستنى لحد ما تولد وممكن تسافر بعدها، لكن هي بترفض وبتعترض على كلامه وبتقول له علاقتنا نزوة وعدت، ومستغربة ازاي واحد زيه هيربي طفل. فبيترجاها تسمع كلامه لانه دايما وحيد ومحتاج لحد يكون عايش معاه في الدنيا. وفعلا بتوافق والحمل بيبان عليها لحد ما بتولد بنتها وبتوصل بالسلامة. وبعدها بيخرجوا من المستشفى وبتصمم انها تسافر من غير ما تودع جوزها وبنتها. ومع الايام بيسميها غورة وبتبدأ تكبر قدام عينيه، وبيحبها جدا وبتحول حياته لفرح وسعادة. والأول مرة بيلاقي حد بيخاف عليه وبيخليها تتسلق الجبال وبيطلعها زيه وبيعلمها كل حاجة. ولما بيجي الليل بيحصل زلزال في المكان وشيفا بيجري على بنته وبينقذ حياتها بسرعة. وتاني يوم غورة بتلاقي في البيت بتاعهم صورة لأمها وبتكون مستغربة، وبتقرا الجواب وبتتفاجئ انها لسه عايشة، وبتفضل تعيط وتصرخ. وبنكتشف انها ما بتتكلمش، وبتسأل ابوها ازاي تكذب عليا، فبيقول لها علشان امك مش عايزاكي واتخلت عننا وسافرت بلغاريا. وهي للاسف ما بتكونش متقبلة كلامه. ومع الايام بتفضل زعلانة وشيفا بيحاول يقرب منها وبتقول له عايزة تقابل امها. وفعلا تاني يوم بيديها تذاكر السفر، وهي اول ما بتشوفها بتكون فرحانة جدا وبتشكره علشان هيحقق حلمها. وفعلا بيركبوا الطيارة وبيسافروا وبيوصلوا لدولة بلغاريا. ولما بيدخل فندق الإقامة بيشوف 2 ماشيين بطفل صغير، ووقتها بيراقبهم وبيعرف انهم بيبقوا لحد تاني. فبيقرر بعدها يروح للغرفة اللي فيها الراجل وبيلاقيه خايف منه، وبيكتشف انه شاذ ومشبوه. وبيكسر الباب بسرعة والشرطة بتوصل للمكان وبتقبض عليه. والرقيب نيكولان بيشكره وبيبص للطفل وبيلاقي في حرق في ايديه. وتاني يوم بياخد بنته وبيروح لبيت امها، لكن بيكتشف انها عزلت ومش موجودة في المكان. وفي الوقت ده بيوصل السفارة الهندية وبيطلب منهم يلاقي عنوان مراته. وفعلا السفير بيقرر يساعدهم ويقف جنبهم، وبيبلغ انوشكا تاخد كل بياناتهم المهمة. ووقتها بتسلم شيفا الكارت بتاعها. وبعدها بيكون في الشارع وبيقعدوا في مطعم، ولما بيروح يطلب الاوردر بتوصل جماعة مقنعة وبيخطفوا بنته، وشيفا بيطلع يجري وراهم وبيحاول يوصلها بأي طريقة، وبيعرض حياته للخطر في سبيل انقاذها. وفعلا بيقدر يمسك في العربية وهم عايزين يموتوه، وفي وقت ما بيقدر يطلع لها واحد بياخده وبيقع بيه. ولما بيضربه وبيكسر قناعه ساعتها عربية بتخبطه وبيموت. وشيفا بيطلع يجري وبينط من فوق الكوبري، وللأسف بيقع على عربيات الشرطة وبيفضلوا يضربوا فيه وبيقول لهم بنتي اتخطفت مني. وبياخدوه للقسم ومحدش بيصدق انها بنته، وبيتهموه انه خاطفها علشان يتاجر بيها. وده بيخلي شيفا يتضايق وبيكسر المكان وبيفضل يضرب فيهم لحد ما في الاخر بيسيطروا عليه. ومن ناحية تانية غورة بتكون مع زعيم المافيا وبيكون معجب بيها لانه هيشغلها في الاعمال المشبوهة، وبيمسك جواز السفر بتاعها وبيرميه في النار، وهي بتقول له نهايتك قربت جدا. وفي نفس الوقت شيفا بيتهموه ب3 قواضي: خطف اطفال وقتل واعتداء على الشرطة. ولما بيركب عربية الترحيلات بيتخيل الضباط هم المافيا المقنعة، ووقتها بيفضل يضرب فيهم ومحدش بيكون
بيكون قادر يقف قدامه وبيتخلص منهم كلهم، لحد ما العربية بتعمل حادثة وبتقع من فوق الكوبري وهو بيطير منها في اللحظة الأخيرة، وساعتها بتنفجر في المكان والظباط بيفتكروه ميت لكن بنشوفه لسه عايش. وتاني يوم أنوشكا بتكون موجودة مع أبوها وبيجي لها تليفون من شيفا وبيطلب يشوفها ضروري، وفعلا بتروح لمسرح مهجور علشان تقابله وبيكون عايزها تساعده، لكن بتقوله لازم تسلم نفسك لأنك مجرم. ووقتها بيكتشف إن الشرطة محاصرة المكان وبيحاولوا يقبضوا عليه، فبياخدها كرهينة وبيهددهم لو قربوا منه هيقتلها، لحد ما بينط بيها بسرعة وفي نهاية الأمر بيقدر يهرب منهم. وبعدها بيروح لمكان بيستخدموه في الدعارة والأعمال المشبوهة وبيسأل واحدة عن بنته يمكن تكون شافتها، فبتطلع صورة أبوها وبتقول أنا من صربيا وبتطلب منه يساعدها ترجع لأهلها. ووقتها رجال المافيا بيوصلوا وبيكونوا عايزين يطردوه بره المكان، وبيشوفهم بيعاملوا البنت بطريقة وحشة فبيقرر يضربهم واحد واحد وعايز يتخلص منهم كلهم، ومحدش عارف يقف قصاده أو يسيطر عليه، وبيخليهم يندموا على كل حاجة عملوها. وفي نهاية الأمر بيهرب كل البنات وبينقذهم من الأعمال المشبوهة. وبعدها أفانوفيتش بيوصل المكان وبيلاقي رجالته كلهم مقتولين والجثث حواليه، وبيعرف إن اللي عمل كده شخص واحد بس. وفي نفس الوقت أنوشكا موجودة مع أبوها وعمالة بتعيط، ولما بتسمع صوت الباب بتفتح وبتلاقي شيفا قدامها وبيقول لها مش محتاج مساعدتك علشان ألاقي بنتي، لكن يا ريت ترجعي البنت الصربية لأهلها. وتاني يوم بيعملوا مؤتمر صحفي في السفارة وبيقولوا شيفا أنقذ البنات من الدعارة فازاي بيتاجر في البشر، وكل وسائل الإعلام بتتكلم عنه. ووقتها أولجا بتشوفه قدامها وبتكتشف ساعتها إن بنتها مخطوفة. ولما بيجي الليل شيفا بيروح يقابل أنوشكا لكن بيلاقي أولجا موجودة معاها، وبنعرف إنها راحت لها السفارة وبتطلب منه يرجع لها بنتها، فبيتعصب عليها علشان لسه فاكراها بعد غياب 8 سنين بالرغم إنها باعتها وتخلت عنها زمان، فبتكون حاسة بالذنب وبتترجاه يسامحها وعمالة بتعيط. وتاني يوم بيروحوا لواحد هاكر وبنعرف إنه بيحب أنوشكا وبيقدر يقتحم موقع الشرطة وبيشوف فيديو لجريمة القتل، وبيعرفوا إنها حادثة مدبرة مش ناتجة عن الصدفة. وساعتها بيكتشفوا وش القاتل وبيطلع أفانوفيتش. وفي نفس الوقت أفانوفيتش بيروح القسم وبيقدم للظابط رشوة علشان يمسح الفيديو، لكن بيكتشف إن في حد بيستخدم الملف والهاكر بيخاف لأنهم بالشكل ده عرفوا مكانهم. وفعلا أفانوفيتش بياخد رجالته وبيوصل للمكان ومحدش بيكون موجود فيه، وساعتها بيظهر شيفا وبيفضل يضرب فيهم وبيتخلص منهم ومحدش قادر يقف قصاده. وفي نهاية الأمر بيمسك أفانوفيتش وبيسيطر عليه وبيعلقه وبيهدد حياته وبيخليه يعترف على زعيم المافيا بتاعتهم. وتاني يوم أولجا بتسيب عربية مجهولة قدام اسم الشرطة والظباط بيكتشفوا إن اللي جواها أفانوفيتش وبيكونوا مستغربين. وفي نفس الوقت جماعة مقنعة بتوصل لزعيم المافيا وساعتها بيقدروا يموتوه وبيتخلصوا منه. ولما شيفا بيوصل المكان بيلاقيه ميت وسايح في دمه، وبعدها بيدوروا في البيت وبيلاقوا مخبأ سري، وساعتها بينزلوه عايزين يعرفوا اللي فيه. ووقتها بيشوفوا مشرحة وجثث في المكان والشيفا خايف لا تكون بنت واحدة منهم، وبيفضل يكشف وشوشهم كلهم وهو مرعوب لحد ما بيلاقي عروسة بنته قدامه وبيفتح آخر جثة وما بتكونش هي. ووقتها بيفضل يعيط وحاسس ان روحه رجعت له من تاني وماسك عروستها، وبنكتشف ان الجثة تخص طفل الفندق وفي حرق في ايديه. ولما بيطلعوا للبيت بيلاقوا زعيم المافيا مش موجود وبيشوفوه لسه عايش وبيقول لهم على واحد اسمه تشنغيز. ومن ناحية تانية في ضابط بيدخل على أفانوفيتش الحجز ووقتها بيسيب المكان بعد ما بيكون مات. وساعتها شيفا بيعرف اللي حصل وبالشكل ده آخر أمل ليهم اتقتل، وده بيخليه يفتكر ان طفل الفندق كان في حوزة الشرطة وبيقول تشنغيز اكيد ضابط في الاسم، فبيروح لمقر البوليس وعايز يوصل للحقيقة. وبعدها بيدخل أوضة موجود فيها ضباط وبيقول وقتها اسم تشنغيز، وكلهم بيبصوا ناحيته إلا واحد وبيطلع الرقيب نيكولاي، واللي أول ما بيشوفه بينط من المبنى بسرعة. والشيفا بيحاول يخرج من المكان قبل ما حد يقبض عليه وبيفضل يضرب فيهم ومحدش قادر يوقفه. وفي نهاية الأمر بيركب العربية مع أنوشكا، وفي نفس اللحظة الهاكر بيراقب تليفون نيكولاي وهو بيكلم عصابته، وبعدها بيقول لشيفا ان بنته داخله على حدود رومانيا. وساعتها بيبدأ يدمر كل عربيات الشرطة وبيخلص عليهم، وبنشوفه بيسوق بسرعة جنونية وعايز يوصل لغورة قبل ما يخرجوا من البلد. ووقتها بيقف وبيلاقي العربية بتعدي على نقطة الحدود
الحدود وبتعدي بكل سهولة، وهو في حالة صدمة ومش عارف يتصرف ازاي، فبيقرر يمسك الحبل وبيربطه في العربية وبينط من فوق الجبل وبيعدي الحدود. واول ما بيوصل لها بيقتل الحرس اللي معاها وبيخلص عليهم، ووقتها بيفتح العربية وبيلاقي بنات كتيرة نازلة منها لحد ما بيشوف غورة قدامه حالتها صعبة جدا، ولما بيقرب لها بتفضل تصرخ وكأنها مش عارفاه، وهو بيحاول يهديها لحد ما بتعرفه، ووقتها بتفضل تعيط وبتكون حضناه. وساعتها شيفا بيتضرب بالنار والمافيا بيكونوا في طيارة وعايزين يموتوه، وهو بياخد بنته وبيطلع يجري بيها وعايز ينقذ حياتها لحد ما بيوصل معاها للنفق، وبيلاقي نفسه متحاصر ومفيش مجال للهروب، فبيبدأ يواجههم وبيفضل يضرب فيهم وبيتخلص منهم واحد واحد ومحدش بيكون قادر عليه. وللأسف نيكولاي بيضربه بالسكينة في ظهره، والشيفا مش عارف يدافع عن نفسه وبيسيطر عليه هو ورجالته، وبنته بتكون شايفاه وعمالة بتعيط ومش عارفة تساعده. ووقتها شيفا بيقوم وبيحاول يضرب فيهم وبينتقم من كل حاجة عملوها فيها، وهو ونيكولاي بيفضلوا يضربوا في بعض وكل واحد عايز يسيطر على التاني. وفي نهاية الأمر بيمسك الجليد وبيرشقه في صدره وبيقدر يقتله وبيخلص عليه في الوقت المناسب. وبعدها بيرجع الكهف وبنته ما بتكونش موجودة، وبيلاقي العروسة بتاعتها وساعتها بيفقد الوعي بتاعه. وبعد فترة بيروح المستشفى علشان يتعالج، وأول ما بيفتح عينيه بيسأل عن بنته. وتاني يوم أنوشكا بتاخده البيت أولجا، وغورة بتشوفه وبتجري عليه وبتحضنه، وهما الاتنين بيكونوا فرحانين جدا وعمالين بيعيطوا، لكن بتدخله اوضتها وبتفرجوا على كل الهدايا والألعاب اللي عندها، وبيلاقيها مبسوطة بكل حاجة بتعملها. وبعدها بتخرج من البيت وبتقابل جوز أمها وبيكون جايب لها هدية عبارة عن كلب، وهو مستغرب جدا وعمال بينادي عليها لكن ما بتسمعهوش، وأولجا بتترجاه يبعد عنها ويسيبها تعيش معاها، وهو بيكون مصدوم وحاسس ان روحه بتتسحب منه ومتضايق. ولما بيوصل المطار بيكون ماسك عروستها في ايديه، لكن مرة واحدة بيلاقيها واقفة وراه وبتروح تضربه وبتاخد عروستها منه، وبتمسك تذكرة السفر وبتقطعها، وبتفضل تلوم وبتصرخ فيه علشان كان هيسيبها ويبعد عنها، وبتحضنه جامد وهما الاتنين عمالين بيعيطوا وبيقرروا كل واحد يفضل مع التاني. ومن هنا بيخلص فيلمنا. لو عجبك الفيديو دوس لايك واعمل اشتراك للقناة وفعل زر الجرس، واستنونا في فيلم جديد.